في البونبونايه بتاعت النهارده هقولك على خريطة إنقاذ هترجعك لنفسك أول بأول من الزحمة اللي جواكي وهتنقذك من أي توتر. بس قوليلي في الأول، إمتى آخر مرة قررتي تقفلي فيها تليفونك وتريحي دماغك من الدنيا كلها؟ إمتى قررتي إن أنتي تمشي في الشارع بلا هدف ومن غير ما تفكري في أي حاجة؟ إن أنتي تصلي ركعتين وأنتي ذهنك صافي خالص وفاضي ومركزة بس في الركعتين ومركزة مع ربنا. ان انت تسيبك من السوشيال ميديا وتقرري ان انت تقري في كتاب. هقولك على 8 خطوات على قد ما هم بساط قوي هيقدروا ان هم يرجعوكي فريش ومش محتاجين وقت ولا محتاجين مجهود. اول حاجه بنصحك ان انت لما تحسي بالتوتر او الضغط امشي لمده نص ساعه في مكان مش زحمه، ما فيهوش كلاكسات، ما فيهوش دوشه، ماشيه بس بتتمشي وبتتاملي من غير ما تفكري في اي حاجه، ويستحسن تكوني قافله تليفون. تاني حاجة لمدة 10 دقايق اتنفسي بعمق قوي، حسي بالشهيق وطلعي الزفير، يا إما في وقت الصبح بدري قوي يا إما في الأوقات المتأخرة من الليل، من غير ما تفكري في أي حاجة، بس مركزة في النفس وإنك حاسة بيه. امنعي استخدام الموبايل أو اللابتوب أو النور الأزرق بصفة عامة قبل النوم بساعة وأول ما تصحي بساعة. خدي دش ساقع وخلي المية ساقعة على قد ما تقدري، هيفرق معاكي بنتيجة رهيبة جدا. اقري لمدة 15 دقيقة قبل النوم في كتاب انتي بتحبيه، ولو انتي عايزاني ارشح لك كتاب في مجال معين انتي بتحبيه اكتبي لي في الكومنتات وانا هدور لك واقول. في تمرين على البلاي ستور هيظهر دلوقتي على الشاشة اسمه تمرين الاسترتش. تمرين الاسترتش ده هو بيطلع كل الطاقة السلبية من جسمك، حرفيا بينفضك، بيخلي عضلات جسمك كلها تتفك وتتشد، هيخرج اي ضغط، اي توتر، اي زحمه وشده جواكي لازم هتطلع مع التمرين ده. لو في دماغك افكار زحمه سواء كانت ايجابيه او سلبيه فرغي كل الافكار دي على ورقه حتى لو هتكتبيهم بطريقه عشوائيه. واخيرا ومسك الختام، جربي تصلي ركعتين بالليل في اخر تلت من الليل، اقعدي اتكلمي مع ربنا، بتفضفضي بطريقه سهله جدا سلسه جدا، اتكلمي بلغه عاميه، اتكلمي باللي في قلبك. تخيلي ان انتي ربنا فاتح لك ايديه وقاعده ما بينهم وقاعده بتشتكي له على كل اللي مضايقك في مكان لوحدك هادي في الثلث الاخير من الليل. جربي الحاجات دي واوعدك هتفرق معاكي قوي. خليكي ديفا، خليكي ليدي.